السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم انفورماتيك تيست للمعلوميات. اليوم سنتعرف على دورة CSS للمبتدئين. سنبدأ مع كلمة CSS. CSS هي اختصار لكلمة كاسكادين ستايل شيت، وهي تعني صفحات الأنماط الانسيابية. ما هي لغة CSS؟ هي لغة موازية للغة HTML. ثانيا، هي عبارة عن مجموعة أوامر تكتب في ملف مستقل أو تكتب مدمجة في كود لغة HTML، سواء نكتبها في الملف الخاص بال HTML أو نقوم بإنشاء ملف آخر ثم نكتب فيه كود CSS يكون خاص فقط ب CSS. ظهرت لغة HTML سنة 1993 وأطلقتها منظمة W3C. هذه المنظمة كتعني World Wide Web Consortium. ثم هنا نمر لأقربكم من دور CSS. نذهب إلى جوجل ثم نكتب مثلا أي موقع، مثلا كورة. ندخل هنا. كما تلاحظون هذا الموقع يتكون من HTML و CSS. ندخل إلى Inspect ثم أذهب إلى الهيد ثم أذهب إلى الفيش اللينك الخاص بالCSS كما تلاحظون هنا، ثم أحذفه. كما تلاحظون الموقع يصبح لديه فقط ال HTML. الآن تلاحظون الدور العجيب الذي يلعبه CSS. تلاحظون كيف تغير الموقع بالكامل. ننسخ هنا ثم ندخل. كما لاحظوا الفرق. كل هذا يعمله CSS. إذا كانت هذه فقط تعريف بسيط أو مقدمة لدورة CSS. في الفيديو القادم إن شاء الله سنشرع في العمل. لن أطيل عليكم إلى الفيديو القادم، ومن أعجبته الدورة فليقوم بمشاركة الدورة مع أصدقائه ثم عمل لايك للفيديو.